مساء الخير. انا ولادي من عشاق الكريم كراميل، فقلت اعمل نسخه وانزل اجيب البواكي الجاهزه اللي في المحلات واجيب بقيه الحاجات بتاعتها واعملها في البيت. فطبعا لما سالت على السعر قال لي ب 100 جنيه. طيب ازاي يعني؟ طبعا سعر عالي جدا. فقلت اعمل انا بقى انصح منهم وعملته في البيت باقل مكونات واقل مقادير. يلا نشوف هنعمله ازاي. اولا هنسمي الله، وعندي هنا نص كوبايه من السكر، عليهم 3 معالق كبار من الميه. هحطهم على نار متوسطه وهسيبهم يغلوا مع نفسهم زي ما انتم شايفين كده. ويدوبك بس انا هحرك الطاسه شمال ويمين، مش هحط فيها اي معلقه نهائي. واول ما تبتدي تغلي هقلل بقى النار عشان خاطر ما تتحرقش من الجوانب، وافضل برضو اقلب فيها شمال ويمين لحد بقى ما تاخد لون الكراميل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. طبعا يفضل تعمليه في طاسه ألمونيا، بس انا ما عنديش طاسه ألمونيا، بيكون اللون واضح فيها شويه عن كده. تكوني بقى مجهزه جنبك القوالب اللي انت هتصبي فيها الكراميل، بس تكوني دهنها بسيط جدا من الزيت، والزيت ما يكونش فيه اي طعم نهائي. وهصب بقى على طول وهركنه على جنب لحد بعمل بقى ايه الكريم نفسه. بصي بقى مكونات الكريم اللي معايا مفيش اسهل منها. عندي هنا بيضايه وربع كوبايه من السكر وشويه من الفانيليا. هضربهم كويس جدا بالمضرب الكهربائي لحد ما يبقى لونه ابيض كده والسكر يدوب نهائي. وهنزل عليهم بنص كوبايه من الحليب. الحليب هنا بيكون دافي بسيط جدا. لو انتي ما عندكيش مضرب تقدري تحطي الكلام ده كله في قلب الخلاط، ولازم طبعا يتصفى عشان احنا مش محتاجين الفوم دوت، لان بعد ما بيستوي والفوم ده موجود بيخلي الكريم كراميل من الجوانب بيبقى فيه فراغات، وده مش مستحب. هنا بقى صبيت الخليط كله في القوالب ومليت كل قالب لغايه 3/4 كده. ما تقلقيش، هو مش بيعلى، هو بالعكس هو بينزل تحت والكيك هو اللي بيطلع فوق. تعالي بقى نعمل اجمل كيك وابسط كيك. عندي هنا بيضايه وشويه فانيليا وربع كوبايه من السكر، هضربهم برضو بالمضرب لحد ما يعمل فوم، وتتاكدي ان السكر ده نهائي. وبعد كده هحط عليهم ربع كوبايه من اللبن او الحليب وربع كوبايه من الزيت. بعد ما احط الزيت خلاص هضربهم بقى لمده ثواني، مش هشغل المضرب الا ايه بعد ما احط بقى الدقيق. عندي هنا ربع كوبايه من الدقيق، احط عليهم ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر ومعلقه كبيره من الكاكاو الخام. هنا قلبت المضرب اليدوي الاول، وبعد كده اديته بقى كام ضربه كده بالمضرب الكهربائي، اتاكد ان كل المواد اختلطت ببعضها. هنا بقى وزعت خليط الكيك كله في قلب القوالب. تمام، هركنهم على جنب. تعالوا بقى نتكلم على التسويه. بحط بقى القوالب ديت في قلب صينيه اكبر شويه، واكون غاليه ميه احطها في قلب الصينيه لحد بس اقل من نص القوالب كده بحاجات بسيطه. بكون بقى مشغله الفرن قبلها ب10 دقايق، وبدخل الصينيه على اول رف بعد الاغطيه على نار تكون متوسطه. بعد تلت ساعه بختبرها بقى بخله، لو طلعت لسه فيها عجين بسيبها شويه. هي خدت معايا مده من 40 ل45 دقيقه. هنا بوريها لكم بقى بعد ما بتستوي خالص مبقاش فيها اي حاجه. حطيت بقى القوالب في الفريزر لمده ساعه. بعد كده بجيب صينيه واحط فيها شويه ميه برضو سخنه بسيط، احط فيها القوالب بحيث ان انا اقدر اقلبها بكل سهوله. ده اول قالب انا ما صبغتش عليه، بقى قعدت اكوكه كده لغايه لما نزل بس مقطوع منه حته، بس برضو شكله كان حلو. بالنسبه بقى للقالب التاني سبته شويه في الميه عشان يقدر ينزل معايا بكل سهوله، وفعلا ده اللي حصل. يا دوبك بس هزيت الطبق كده ونزل. شكله بصراحه واو جدا. شايفين بقى الجمال. هنا بقى زينته بقطع من الكريز وزرعه كده بسيطه صناعي، تقدري تسيبيه ساده كده، هو اصلا شكله حلو جدا. لو عجبتكم بقى الوصفه ما تنسونيش في اللايك والشير، وتصلوا على النبي في الكومنتات، وتقولوا لي بتتابعوني منين. نيجي بقى لمرحله التذوق. شايفين بقى الطبق الجميل دوت والشكل الحلو والمعلقه اللي بتنزل تقطعها بكل سهوله. انا مش هقدر اقول لكم واو وجميل وكل حاجه لان انا مش بحبه. المعلقه دي رايحه بق بنتي. طبعا مش هقول لكم هي قالت ايه، عايزاكم تجربوه وتقولوا لي رايكم فيه. بون ابيتي.